اهلا وسهلا بكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. النهارده هنعمل فطار كده، عندنا عزومة صغيرة وقلنا نشوف ايه هنعمل ايه مع بعض. معانا هنا دلوقتي اللحمة على النار انا بسلقها، ومعايا هنا الصلصة بتاعت المحشي انا عملتها اهو، وكل ما اعمل خطوة هوريها لكم. تمام يا حبايب قلبي. اهلا وسهلا بكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. النهارده هنعمل فطار كده، عندنا عزومة صغيرة وقلنا نشوف ايه هنعمل ايه مع بعض. معانا هنا دلوقتي اللحمة على النار انا بسلقها، ومعايا هنا الصلصة بتاعت المحشي انا عملتها اهو، وكل ما اعمل خطوة هوريها لكم. تمام يا حبايب قلبي. حبايبي عملنا خلطة المحشي بتاعنا اهو. المحشي بتاعنا احمر فعلا جدا جدا، بس هو مش باين في الكاميرا. ومعانا الحلة وضبناها اهو، حطينا فيها عصوم الكرنب، ومعايا الورق الكرنب انا مقطعه. تمام، هلفه بقى وارجع لكم. كلكم بتعرفوا شاطرين، بتعرفوا تلفوا المحشي، مش محتاج ان اصوره. هنا كمان الشيش طاووق اهو متبلينه، وحاطين له زبادي وسماق وفلفل اسمر وبصل باودر توم باودر، وحاطين كمان فريش توم وبصل، وحاطين معاها زيت وجميع انواع بقى ايه التوابل اللي موجوده عندك في المطبخ، السبع حبات وتوابل فراخ وبتاع دوت، اي خلطه عندك حلوه ريحتها جميله هتديكي طعم بنحطها. تمام. ومعانا هنا ما تستغربوش المنظر، معايا هنا دي فراخ انا مقطعاها لان انا هعمل مكرونه بشاميل اللي عندي بيحبوها بالفراخ. قطعتها وتبلتها وعملتها عصقتها، بس انا حطيتها في الكيس لان مفيش عندي مكان في التلاجة، فقلت اختصر حطيتها في الكيس ده. تمام. يبقى انا كده فاضل معايا ان انا لسه هسلق المكرونه بتاعه الفراخ، بتاعه سوري المكرونه البشاميل، ولسه هنعمل معانا طبق ممبار، ومعانا حاجات كتير. ما تسيبوناش وتروحوا في اي حته. تمام يا حبايب قلبي. معانا هنا يا حبايبي الكفته انا عملتها وركنتها من ساعه السحور، بس قلت اوريها لكم برضو. عباره عن كيلو لحمه، وحاطه 3 معالق نشا، بياض بيضه، كيس بيكنج باودر، وبصل وفلفل اسمر وملح وبس، ما حطيتش اكتر من كده. وطبعا حاطه قطعه ليا كويسه كده عشان تديكي طعم وريحه. تمام. ومعايا هنا كمان عملت سلطه الكولسلو اهي، عاملاها برده من السحور عشان الكولسلو كل ما بيقعد بيبقى طعمه احلى بكتير. تمام يا حبايب قلبي. يا حبايبي معانا هنا يا حبايبي الكفته انا عملتها وركنتها من ساعه السحور، بس قلت اوريها لكم برضو. عباره عن كيلو لحمه، وحاطه 3 معالق نشا، بياض بيضه، كيس بيكنج باودر، وبصل وفلفل اسمر وملح وبس، ما حطيتش اكتر من كده. وطبعا حاطه قطعه ليا كويسه كده عشان تديكي طعم وريحه. تمام. ومعايا هنا كمان عملت سلطه الكولسلو اهي، عاملاها برده من السحور عشان الكولسلو كل ما بيقعد بيبقى طعمه احلى بكتير. تمام يا حبايب قلبي. يا حبايبي هنا كمان الشيش طاووق اهو متبلينه، وحاطين له زبادي وسماق وفلفل اسمر وبصل باودر توم باودر، وحاطين كمان فريش توم وبصل، وحاطين معاها زيت وجميع انواع بقى ايه التوابل اللي موجوده عندك في المطبخ، السبع حبات وتوابل فراخ وبتاع دوت، اي خلطه عندك حلوه ريحتها جميله هتديكي طعم بنحطها. تمام. ومعانا هنا ما تستغربوش المنظر، معايا هنا دي فراخ انا مقطعاها لان انا هعمل مكرونه بشاميل اللي عندي بيحبوها بالفراخ. قطعتها وتبلتها وعملتها عصقتها، بس انا حطيتها في الكيس لان مفيش عندي مكان في التلاجة، فقلت اختصر حطيتها في الكيس ده. تمام. يبقى انا كده فاضل معايا ان انا لسه هسلق المكرونه بتاعه الفراخ، بتاعه سوري المكرونه البشاميل، ولسه هنعمل معانا طبق ممبار، ومعانا حاجات كتير. ما تسيبوناش وتروحوا في اي حته. تمام يا حبايب قلبي. حبايبي عملنا خلطة المحشي بتاعنا اهو. المحشي بتاعنا احمر فعلا جدا جدا، بس هو مش باين في الكاميرا. ومعانا الحلة وضبناها اهو، حطينا فيها عصوم الكرنب، ومعايا الورق الكرنب انا مقطعه. تمام، هلفه بقى وارجع لكم. كلكم بتعرفوا شاطرين، بتعرفوا تلفوا المحشي، مش محتاج ان اصوره.